تخيل انك شاكي حد بايصال امانه وعايز تاخد حقك وتتفاجئ انك انت اللي تتحبس. اللي بيحصل ان المتهم يقدر يثبت قدام المحكمه ان العلاقه كانت مدنيه، يعني ضمان بيع او شراء او سلعه او تجاره، وان الايصال كان على بياض، وانك استغليت توقيعه على بياض ومليت بيانات الايصال في وقت لاحق. هنا بقى الشاكي ممكن يتحول للمسؤوليه وتتوجه له جريمه خيانه الائتمان. نص الماده 340 من قانون العقوبات المصري: كل من اؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله، عوقب بالحبس. كمان أبحاث التزييف والتزوير تقدر تثبت إن في فارق زمني بين التوقيع وبين مضمون الإيصال، وده دليل على خيانة الائتمان. نصيحة مهمة وسهلة تفهمها: ما توقعش على ورق على بياض لو مش متأكد. ما توقعش يعني تملى بيانات الإيصال بخطك، المبلغ والمستلم وكل حاجة تبقى مكتوبة بنفس القلم وبنفس خط. وكمان فكر في بدايل زي الشيكات البنكية أو طرق تانية تضمن حق. يعني لو هتمشي في أي معاملة يبقى كل البيانات تتكتب بنفس الخط وبنفس القلم وفي نفس الوقت. يعني الخلاصة: التوقيع على بياض خطر جدا، ممكن تحول اللي شايفه حقك يتحول لضد. قبل ما تحرك أي دعوة اتأكد إن النزاع مدني ولا جنائي، الفرق بينهم ممكن يكلفك السجن. الحق لازم يكون مضمون بطريقة صحيحة، مش مجرد ورقة على بياض. صوت الحق دورنا نحذر ونوعي، ودورك إنك تعرف حقك وتحمي نفسك قبل ما أي ورقة على بياض توقعك في مصيبة. التغيير بيبدأ بمعرفتك وحذرك، وقرارك الصح يحميك ويحمي فلوسك وسمعتك. صوت الحق، استنونا في فيديو جديد.